بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده موجودين في محافظة القليوبية بنسلم شقتين من القطاع المحترم، القطاع المميز، قطاع العمر الطويل اللي تركبه وتنساه، ما تدورش لا في صيانة ولا في مشاكل دخول أتربة أو دخول أمطار أو أيا كانت المشاكل اللي بتقابلك في باقي القطاعات مش موجودة في القطاع دوت بفضل الله، عشان خاطر احنا بنديله حقه في تقفيله في اكسسواراته في كل حاجة. هنمر برضو على الشغل وتشوفوه. عاملين الشغل معظم الفتحات عندنا متر وعشرين، فطبعا عملناها مفصلي، والمفصلي هنا كمان في ميزة جدا، احنا عاملين ضلفتين مفصلي وعاملين ضلفتين سلك مفصلي برضو للخارج. تمام، ادي السلك المفصلي اهو، وده سلك مفصلي برضو مميز جدا. لو عايزين تفاصيل اكتر عليه هنكلمكم في فيديو خاص نشرح فيه القطاع والكلام ده كله. ادي السلك اهو يفتح معاه ضلفتين للخارج، سلك برضو مميز جدا، بيسهل عليا الاستخدام، بيسهل عليا الصيانه فيما بعد. ده مش بتاع صيانه، ده بتاع العمر الطويل وسهل الصيانه وموفر في الصيانه. يوم ما هغير السلك دوت مش هيكلفني بتاع 100 جنيه، اما السلك البلاسيه والكلام ده كله مكلف جدا فيما بعد. هنا السلك دوت كمان لو عندي مثلا في محبس هنا، انا كده فتحت الفتحه كامله اقدر اقفل افتح المحبس، الكلام ده كله. عندي مشكله في السباكه اقدر الفن يطلع يصين يرجع تاني، يبقى فيه مساحه كامله يقدر يتحرك فيها، عكس السلك الثابت والسلك البلاسيه اللي هو كتير الاعطال والعملاء بتشتكي منه. ده حل مميز، وفي نفس الوقت انا معايا ضرفتين اهم اقدر افتحهم لبره للخارج، وفي نفس الوقت برضو لو عايز اقلبهم وافتحهم للداخل برضو متاح بالنسبه لي، بالنسبه لاي عميل يطلبه. ده كله موجود عندنا بفضل الله. تعال السلك اهو، مركبين. بصوا الكاوتش بتاع الازاز، الكاوتش بتاع الضرفه، كاوتش الحلق، السلك برضو عندنا اهو، فرش راكب فيه فرش، كل الاكسسوار بتاع الشباك او بتاع الفتحه راكب فيها كامله. تعالى تقفيل الزوايا. بص يا باشا، مر على تقفيل الزوايا كده. عندنا تقفيل الزوايا كل واحد، الشباك بيتكلم عن نفسه. تعال بص الفتحه، معايا فتحه تهويه كامله. تعال تعال كده، تعال. يعني تكييف زي ده كده لو اتعمل سلك ثابت او الكلام ده كله هيصين التكييف ازاي؟ تمام؟ لا، لازم يتعمل سلك زي كده، ضلفتين يفتحوا فتحه كامله، بحيث لما العميل يحب يصين التكييف يصينه بكل سهوله وسلاسه. سلك حاجه محترمه. بص تقفيل، بص الشغل، ده قطاع الاكابر. تعال هنا بقى العميل طلب سلك ثابت، وبناء على طلبه عملنا السلك الثابت. تعال معايا فتحه كامله ان شاء الله. على فكره السلك دوت لو عايز تركبه على شباك خشب، تركبه على شباك بي في سي، تركبه على اي شباك، على اي فتحه، على باب شقه، على باب محل، ايا كان السلك ده ينفع لجميع الاغراض.
لو انت عايز تركبه على اي فتحه من اللي احنا ذكرناه برضه نركبها لك، نركبه لك، ما فيهوش اي مشكله بالنسبه لنا. بص الصوت الشباك ده يعني كده انا برجع ما بيعملش صوت مكتوم. طب مكتوم بسبب ايه؟ بسبب الكاوتش هنا اهو، راكب كاوتش في الحل، راكب كاوتش في الضرفه. في ناس بتركب هنا فرش، الفرش دوت بعد فتره بيطمش ملوش اي لازمه، انما الكاوتش دوت بيكتم معايا صوت، بيكتم معايا اتربه، بيفصل معايا اتربه، بيعزل اتربه بمعنى صح، وبيعزل امطار اهو. ركب وانس. هنا بقى الفتحة ما شاء الله، هنا فتحة معانا 2 متر 50 في ارتفاع 2 متر 50. طبعا الفتحة ديت لو عملناها بأي قطاع تاني مش هتدي نفس الكفاءة. يعني الفتحة ما شاء الله، بص الارتفاع، العرض، الإزاز هنا دبل عاكس، 6 مللي خارجي، 6 مللي شفاف داخلي، فراغ 9 مللي. الضلفة ديت تزن أكتر من 190 ل 200 كيلو ما شاء الله، بتمشي بكل سلاسة. بص ضرفة اهي، دي كده قفل. الضرفة التانية نفس القصة. طبعا السلاسة ديت مش موجودة في أي قطاع تاني. تعالى كده شوف ضرفة السلك، ضرفة السلك، ضرفة السلك اهي تمشي لوحدها اهي. حاجة ما شاء الله، القطاع بيتكلم عن نفسه. تعالى هنا الشباك نفس القطاع، السلك اهو. المجرى هنا عندنا كلها ستانلس. المجرى دي مميزاتها ان هي سلسة، بتخلي القطاع او الضرفة نفسها محكمة، بتمشي في اتجاه واحد، لا بتروح يمين ولا شمال، وبتمنع عندي الاحتكاك بتاع العجل ما بينه وبين الايه المجرى اللي تحت. في بقى بيقابل الناس مشاكل كتير بعد القطاع ما بيركب، بعد فترة تلاقي المجرى اتجرحت من تحت، ده بسبب ايه؟ احتكاك العجل مع المجرى. هنا عندنا مفيش الكلام ده لان راكب تراك السلس تحت اهو. طبعا منتظرين آرائكم الجميلة. وطبعا احنا برضو نأكد المعلومة، احنا بنروح أي مكان داخل محافظة داخل جمهورية مصر العربية، وعندنا سعر المتر ثابت لأي مكان. وبفضل الله سبحانه وتعالى شغلنا بيتكلم عن نفسه وبيدي الشغل حقه. ومنتظرين دايما إن احنا نسعى ونجتهد نوصل لمكانة احنا نتمناها، بس ده مش هيكون إلا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل دعمكم لينا. سلام.